السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا أنا كوكب بلقيس. اليوم جبت لكم وصفة من وصفاتي تاع الشتاء. شفلور شفلور بطريقة القديمة تاع جدودنا، طيبته بطريقة جدودنا ورافقته بالمطلوع اللي هو الخميرة. الوصفة موجودة في كل بيت، الوصفة يعني المقادير موجودة في كل بيت. وفي الشتا هذه لازمتنا حاجة سخونة ولازم نرافقوها بالمطلوع. هنا عندي هذا الشفلور، بعد ما نقيته نحيت له الحشيش هذاك اللي فيه من تحته، درت له مغرف فرينة، درته في الماء، طبعا نقيته غسلته حطيته في الماء، درت له مغرف تاع فرينة، ورقة نتاع رند، ملح، وكذلك القليل من الكمون. هنا درت له هذو باش كي يكون يغلي نطيبوه الريحة ما تكونش في الدار، هو عنده طبعا ريحة يعني غير مرغوب فيها. هنا هادو اللي درتهم رايحين ينقصوا هذيك الريحة. حطيت هذاك الشفلور تاعي يطيب كما يقولوا في الماء. وهنايا راح نوجد للمطلوع الكسرة اللي هو الخميرة، كاين اللي يقول كسرة، كاين اللي يقول الخميرة، كاين اللي يقول المطلوع. درت 4 كيلات يعني بهذاك الطبسي اللي نعته لكم. هذوك 4 كيلات هما 4 قرصات سوا. السميد هنايا درت سميد الرطب، أي سميد، يعني تقدروا ديروا سميد الرطب، سميد المتوسط، أو مزيج من السميد الأرطب وسميد المتوسط. هنايا درت مغرفة نتاع سكر، مغرف تاع سكر. أيضًا راح نضيف ربعة أو إلى 3 مغارف هكذاك تاع زيت، يعني تقدروا ديروا 3 ديروا 4، أنا درت 3 مغارف نتاع زيت. هنا راح نضيف أيضًا، بعد ما ضفت درت السكر ودرت الزيت، هذيك الخميرة كنت درت 2 مغارف خميرة في شوي ما دافئ، في كاس فيه شوي ما دافئ، هذه هي الخميرة اللي درتها أنايا. درت 2 مغارف تاع خميرة نتاع ماكلة، رانا في البرد برد بزاف، درت 2 مغارف. كي يكون في الصيف نديرو مغرف وحدة، درتهم في شوي ما دافئ معاه مغرف تاع السكر. الملح نديروه بعد كي نعودو نعجنوه. نروح لهذاك السميد تاعنا اللي درت له السكر والزيت نخلطهم مليح هكذا، ومن بعد نجيب هذيك الخميرة اللي خليتها طلعت في شوية نتاع الماء هذاك الدافئ، ونجيب الماء ثاني دافئ، وهنايا راح نخلط هذاك راح ندير الماء في السميد ونخلط. ملاحظة دائما المطلوع كي نجو نعجنوه واش نديرو؟ الماء ما نكثروش، نديرو الماء بشويه، شغل رانا نطيبو في الرخساس او في كيما نقولوا الفطير، نديروها يابسه العجينه، نديروها يابسه وندلكوها مليح. هنا كل ما تدلكيها مليح زيدي رشيها بشوية نتاع ما، ندلكو ونرشو بالماء. في الحقيقة أنا مالفة المطلوع نديرو في البيتران، ومن بعد كي نكمل من البيتران نعاود نديرو بيدي. دركا باش تشوفوني كيفاش درتو وتكون مصداقية للوصفة، كي تشوفوها بعينكم راح نطبقوها أو راح تجيكم ناجحة. لأن هذه الوصفة تاع المطلوع حطيت المطلوع في الفيديو تاع الدبارة، في واحد المجموعات كامل طالبوني بالوصفة نتاع المطلوع. إذن ها هي الوصفة تاع المطلوع كيفاه نديرها. هنا كيما قلت لكم ندلك ونضيف الماء بشوية، نضيف الماء بشوية حتى تجينا العجينة اللي نحوسوا عليها. أولا كيفاش نعرفوا العجينة راهي مليحة؟ ما تكونش لينة كيما العجينة تاع المسمن. هنا شوفوا درت شوية تاع الملح رشيته بالماء. قلت لكم باش نعرفوا العجينة راهي تعجنت مليح مدة 10 دقائق إلى ربع ساعة، راح تولي بيضة كي الثلج، كيما يقولوا حنايا بياض الثلج. راح تولي بيضة رطبة، حنا نعجنوها كيما هكا وهي تطرطق بين يدينا، تحسيها باللي راهي تطرطق. شوفوا دوكا أنا نعت لكم دير نبولات، حنا نعودو نعجنو فيها، شوفوا راني نضيفها هنا في الماء، حنا نعجنو فيها وهي دير النبولات، وهذوك النبولات رايحين يطرطقوا. هنا نعرفوا باللي العجينة نتاعنا راهي خلاص تعجنت. شوفوا كيفاش ولات، كانت يابسة، شوفوا كل مرة نضيف لها هاكا، هاك شفتوا النبولة هذيك، هذيك النبولة راح تولي تطرطق بين يديا. هنا راني وصلت للحد اللي نحوس عليه نتاع العجينة، فقط نعجنها برك ها راني نعت لكم. ندير شوية زيت في يدي في الكف تاع اليد وشوية في القصعة هذيك اللي راني نعجن فيها، ونعاود نعجن برك هكا خفيفة العجينة باش يدخل لها هذاك شوية تاع زيت، قيس نص مغرفة برك.
خلاص دركا هنا راني نوجد في العجينة باش نحطها، ومن بعد نحط هذيك العجينة نتاعي نعجنها هكذا ونخليها تخمر. كي نخليها تخمر نغطيها خلاص شوفوا كيفاه جات، نغطيها ونخليها تخمر، وكل مرة راح نهبط لها الخمور تاعها مرة، 2، 3 تقدروا مرة 2 تقدروا تخمر وتعاودوا طيبوها مباشرة. هنا هذا الشفلور تاعنا بعد ما طاب، شوفوا الخميرة هنا هاي خمرت، راني نهبط لها في الخمور. دركا الشفلور تاعنا شفتوه خلاص طاب، نصفيه من الماء هذاك اللي فيه، ها هو راني صفيته. ورايحين دركا المقادير نتاع لاصوص نتاع الشفلور الحمراء. عندي البصل مقطع رقيق، عندي طماطم مرحية نتاع الحب، عندي مغرفة طماطم نتاع الباطا، عندي راس الحانوت، الملح، الزنجبيل، شوية كمون، فلفل أحمر عكري تحبوه حار ماشي حار، والحمص. شوفوا هنا الحمص نتاعي هذا راهو طايب مليح، هنا الطايب يعني ماهوش تاع شوربة ولا، كنت هذا درت به الدبارة، طيبت الدبارة وهذاك الحمص اللي بقى خليته في الكونجيلاتور، ودركا جبدته باش نديرو الشوربة عفوا الشفلور تاعنا. هنا لاصوص هذه الحمرا تقدروا ديروها بيضاء، تستغناو على الطماطم تاع الحب والطماطم تاع الباطا، تقدروا ديروا لها الدجاج وديروا لها اللحم، تقدروا ما ديروش. انا ما درت لا دجاج لا لحم، وصفة بسيطة جدا. هنا الزيت حطيته حوالي 4 مغارف تاع زيت، حطيتهم سخنوا مليح، ضفت لهم هذاك البصل، ونخلي البصل هذاك يطيب يذوب مليح هكا، ونحركوه باش ما يلصقليش هذاك البصل نتاعنا. نغ راح نضيف طماطم نتاع العلب أي المُسبّرة، نفس الشيء راح نحرّكها باش يكون مزيج بينها وبين هذاك البصل والزيت. كي طيب هذيك الطماطم مع البصل راح نضيف لها أيضًا طماطم نتاع الحب المرحية، وراح نحرّك ونخليهم ثاني يطيبوا. دركا بعد ما طابوا راح نضيف لهم راس الحانوت، الملح، الملح عينكم ميزانكم ثاني، وأيضًا الزنجبيل والكمون والفلفل العكري هنا هكذا. بعد ما خلطتهم مليح، شوفوا هنايا بعد ما خلطتهم خليتهم حوالي 3 دقائق أو 4 دقائق طابوا، أنا تأكدت بلي البصل طاب، الطماطم طابت. واش راح نزيد؟ الماء السخون. وهنا هذاك الماء السخون كي نزيدوه ما نديروش بزاف، نديرو شوية باش تجينا عاقدة، باش تجينا لاصوص تاعنا عاقده وخاثره. كيما قلت لكم هنا نقدروا نديروها لاصوص هذه بالزيتون، كيما نقدروا نديروها بالبطاطا المقليه، وكيما نقدروا نديروها بالحمص، ونقدروا نديروها بيضه. دروكا رايحين نرجعوا للشفلور باش نقلوه. هنا واش نحتاجوا للبيض شويه كمون، ملح، الفارينه، المعدنوس، والحليب. كاين اللي ما يديرش الحليب يدير غير البيض فقط، الفرينة، المعدنوس والكمون والملح. أنا زدت لها الحليب. أولًا كي نكونوا عايلة ما يكفيش البيض، وثانيًا على بالنا باللي راهو البيض هالأيامات راهو في ارتفاع مستمر، يعني السومة نتاعو السعر تاعو راهو في ارتفاع راهو غالي، رايحين نعاونوا بالحليب. هكذا نخلّط مليح حتى هذاك البيض والحليب يمتزجوا مليح. نضيفوا هنايا شوية تاع كمون وشوية ملح. ما ننساوش باللي راهو الشفلور ملحناه كي كنا نغلو فيه في الماء، ودرنا في لاصوص الملح، معناها ماناش رايحين نكثروا الفرينة. العفو، الفرينة نديرو بشوية حتى نحب نوصلوا للمقدار اللي نحوسوا عليه، الثقل اللي نحوسوا عليه، كل مرة نضيفوا بالمغرف بالمغرف. هكذا ونخلطوا مليح، ما يلزمش نخلّوا هاذوك الحبيبات. هنا نعطيكم ملاحظة، كي يكونوا عندكم الشفلور الصغار هاذوك الرقاق، الزهرات نتاعو الرقاق، نجملوا زوج مع بعضاهم ونديروهم في الخليط ورايحين يكونوا لنا زهرة واحدة كبيرة. هنا زدت له المعدنوس هذاك الخليط. فقط دوكا رايحين تلاحظوا بلي الزهرات تاع الشفلور درتهم أنا كبار، أنا نحب نديرهم كبار ونحب يعطوني هذا اللون الوردي. هنا رحت قليتهم، شوفوا كيفاش قليتهم. هذيك لاصوص راهي طابت، الشفلور قليته طاب، دوكا رايحين نرجعوا للمطلوع نتاعنا. المطلوع نتاعنا هذا
خلاص طلع، راح نديرو قرصات قرصات. اول حاجه راح نهبط له الخمور باسكو راهو طلع بزاف، ومن بعد راح نقسمو على 4 قرصات كيما في البداية قلت لكم كي تجيو ديروا الخميرة كيلو، 4 كيلات يعطوكم 4 قرصات، 5 يعطوكم 5. هنايا راح نحطهم هذوك القرصات تاع الخميرة، جبت صينية رشيتها بشوية سميد كيما تقدروا ترشوها بالفرينة، هنا كيما تحبوا. يعني في الأخير حتى كي ديروا الفرينة أو ديروا السميد، كي طيبوها كي تكملوا الطيب راح ندهنوها بشوية زيت من الفوق، خاصة إذا درنا الفرينة باش ما تبقاش شهوبية في المطلوعة تاعنا. دركا هنايا رايحة نقرص المطلوع نتاعي ونحطه في منديل، نغطي عليه مليح كيما قلت لكم رانا في البرد نغطيه مليح، ونحط الطاجين يسخن. طبعًا رايحين نحطهم في كل قرصة نحطها في منديل بوحدها، ونزيد نغطيها، ونحط هذاك الطاجين يسخن مليح، ونخليها تخمر. الطاجين يسخن باش تدار تسخن وتطلع لنا هذيك الخميرة. ونغطيها مليح، كي نجي نطيبها نبداو بالقرصة الأولى اللي حطيناها، اللي بدينا بها هي الأولى اللي قرصناها كيما هذه الأولى، نبداو بها هي، وبعد نروحوا للثانية، الثالثة، الرابعة، هكذا. راني دركا في الثانية، هذه في القرصة الثانية نفس الشيء راح نقرصها، وراح تكون سهلة. العجينة ديجا راهي تطلع، راح تجيكم سهلة تقراص تاعها، يعني ما تتعبوش معاها. يعني مليح في الشتا كي نطيبوا هكا حاجة سخونة يرافقها المطلوع ولا الرخساس ولا خبز الكوشة كيما هكذا مليحة. هنا راح نطيب هذيك القرصة تاعنا، هاني حطيتها، راح نثقبها. طبعا شوفوا كي نحطوها في الطاجين غير تبدا تطلع شويه برك، نقلبوها، نزيدو نعاودو نثقبوها مره ثانيه، ونبقاو ندورو فيها. كي طيب نزيدو ندير لها هذوك الحاشيه تاعها. هنايا كيما قلت لكم درت 4 مطلوعات، الاولى تكلت مباشره، هي سخونة، ديروا لها شوية زيت زيتونة، ديروا لها الفرماج، ديروا لها الزبدة، هي بالزبدة وزيت زيتونة وهي سخونة، يعني واش نقول لكم، ما تتغداوش. هنا بعد ما طابت هذاك المطلوع هاني نقطع فيه، شوفوا كيفاه جا خفيف، ريشة ريشة. مم، هكذا. يعني الطريقة سهلة ما فيها حتى حاجة زايدة. طريقة كيما نقول لكم أنا طريقة طيابي طريقة جدودنا، يعني الطريقة القديمة. هذه لاصوص هاي بعد ما طابت، كي طابت هذيك لاصوص ضفت لها هذاك الحمص، والحمص كان طايب مسبقا، وشوفوا كيفاش جات خاثرة على الكيف. زدت الشفلور حطيته هنايا. أنا يعني شخصيا نفضل نحط لاصوص ونحط فوقها الشفلور، ما نحطوش هو في البرمة، ما نحطش الشفلور في البرمة ولا في القدرة، باش ما كما يقولوا حنايا ما يتعجنش، يبقى هكذا أحسن، حبات واقفين. ومن بعد نزيد راح ندير فوقهم شوية معدنوس. والشفلور تاعنا طاب، نقدروا نقولوا مرقة الشفلور بطريقة سهلة سهلة جدا بمكونات موجودة في كل بيت. إن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة نتاعي نتاع الشفلور ونتاع المطلوع، وإلى اللقاء مع فيديو واحد آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.